بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من استوديو نص. لكن الحلقة من القطر، معلش أنا آسف. حبيت أطلع فيديو بعد نهاية المباراة اللي من وجهة نظري شخصيا الفريقين ما حضروش الشوط الأول، لكن برضو في أفضلية واضحة نسبيا للأهلي على الأقل في هجماته وتكتيكاته قليلة اللي كانت ظاهرة في الشوط الأول. في الشوط الأول الزمالك لعب 4-3-3، السيسي وعاشور في النص، ورا في عبد الغني وحسام عبد المجيد، يمين المسلوسي، شمال شيفو، قدام زيزو وسيف وشلبي. الحقيقة دايما البناء كان بتاع الزمالك كان ضعيف، وكمان كان بيفكر في انه يقبل السيسي رامي مع زيزو عشان يعمل سويتش في الجبهة اليمين، عشان كمان يحاولوا يغطوا على ضعف حمزة المسلوسي اللي هو طبعا ما كانش بيتقدم نهائيا خوفا من احمد عبد القادر. عاشور برضه كان بيتقدم في المسافة البينية ما بين المساك اللي هو المفروض خالد والباك اليمين اللي هو هاني، وسدد دونجا تسديده من بره ال 18 مسافه بعيده، وكانت من وجهه نظري هي اللمحه الوحيده للزمالك، غير ركنيتين من لعيبه زيزو على راس حسام حسن. طبعا احنا اتكلمنا عن الزمالك بحكم ان هو صاحب الناحيه الثانيه النادي الاهلي كان بيعمل حاجه عملها في ماتش سموحه لكن بافراد مختلفين. هنا كان المفروض ان احمد فخري كان بيلعب في سموحه بداله قفشه المره دي، واللي كان بيحصل ان كان في تبادل ما بين ديانج وحمدي، بس التبادل كان مختلف. ديانج كان بيعمل دريبلينج، وحمدي كان بيسرق اللعيبه خط الوسط والمدافعين عشان خاطر يبقى تاني مع كهربا في منطقه ال 18 كانه راس حربه تاني، وقفشه كان بيبقى تحتيه. المفروض اللي بيحصل العكس، لكن هو قفشه اللي كان بيثبت يستلم الكوره سواء من ديانج او من حمدي. ولو حمدي بيتقدم لغايه جوه ال 18 على استحياء. الكلام ده بان في الفرصه اللي اداها حسين الشحات لحمدي، وجات في القائم، وكهربا كمان جات في عواد في الدقيقه 44. قفشه طبعا جات له كوره من دخوله مفاجئ بدل حمدي من عبد القادر في الدقيقه 8 في الدقيقه 18 في الشوط الاول. برضه دخل جوه ال 18. المفروض ان حمدي يخش، لكن هو اللي دخل في المره دي. طبعا الشوط انتهى بضعف هجومي للفريقين مع افضليه شويه في البناء للنادي الاهلي. في الشوط الثاني بقى الموضوع اختلف شويه. النادي الاهلي بقى يلعب يحافظ على وجود حمدي داخل ال 18 بتاعه الزمالك مع كهرباء. حمدي فتحي من وجهه نظري الشخصيه هو رجل المباراه، لان لمسته في الثلاث اهداف واضحه جدا. في الدقيقه 61 هو اللي مدي الكوره كهرباء هدف. في الدقيقه 75 هو الكوره هاني رفعها، طبعا في تخبط بينه وبين المساك، لكن برضه لمسته هي اللي وصلتها لشريف وسدد جاب الهدف الثاني. وفي الدقيقه 89 حمدي هو اللي اخترق بدل الجناح اللي هو المفروض كان كوكا طبعا، لأن هو اللي نزل بدل عبد القادر. فحمدي هو اللي اخترق مسك الجناح، دخوله منطقة الجناح خلى إمام عاشور راح معاه، وكمان فضل طريق لعلي معلول اللي مباشرة ما فكرش أرضية لشريف اللي أسكنها الشباك لعواد. تركة الماتش كانت حمدي دخوله في ال 18 سواء مع شريف سواء مع كهرباء، وقفشه هو اللي بيستنى تحت قدام ال 18. تركة حمدي هي اللي كانت ثابته زي ما قلنا في طول الشوط، هي اللي كانت بتقبل مع كهرباء. انا مش عارف ليه يعني ما تقصش الموضوع ده ازاي، حتى في تثبيته لحمزه المسلوسي ما كانش قادر يعالج الموضوع ده، لان دايما كان بيبقى فيه سرقه. حمدي فتحي المفروض ان كهرباء بيتبادل عليه الاثنين المساكين بتوع الزمالك، لكن حمدي كان في وقت التسليم كان هو اللي بيخش بيبقى زياده مع كهرباء في 18 الزمالك فضل على نفس الرعونة والعشوائية ومفيش بناء للهجمة. يعني برضه حط السيسي عشان يسند مع زيزو، ما ينفعش، نزل عمر جابر، حط عبد الغني مكان حمزة المسلوسي، حط الزناري جنب حسام عبد المجيد. الزناري يسيب ال 18 بتاعته يجي يلعب الاوت. قرارات غريبة جدا يعني
برضو في الدقيقة 68 كورة ثابتة لزيزو منه يخرجها دفاع النادي الأهلي، يخرجها الشناوي، عاشور يستناها يشوطها تاجي في جسد علي معلول طبعا جدل، لكن خلاص حسبها ركنية الحكم. في الدقيقة 83 برضو عاشور بيتحرك لل 18 بيحاول يأدي الدور اللي هو المفروض يعمله، ان هو يخش ما بين المساك والباك اليمين ما بين خالد وهاني، ودخل فعلا بس طبعا كانت الزاويه مستحيله، وحاول يسدد في الدقيقه 83 برضه الزاويه مستحيله بعيده جدا. في الدقيقه 87 برضه دونجا مش عارف هل ده قراره هو الفردي ولا فيريرا طالب منه انه يتقدم ويسدد، لكنه برضه في المره دي يعني تسديدته الاولى الشناوي طلعها بصعوبه من الثمانيات، لكن في الشوط الاول، لكن في الشوط الثاني تسديدته كانت عقيمه جدا ارضيه وبعيده تماما عن مرمى الشناوي. ملخص الكلام ده كله ان الاهلي في الشوط الثاني فضل محافظ على التركه بتاعته، وفيريرا ما حاولش يلاقي علاج ليها او ما عرفش يلاقي علاج ليها. هارد لك نادي الزمالك، كولر عمل تركات منتهى الروعه على فيريرا في كونه بيلعب خالد عبد الفتاح مساك، في كونه انه يلعب بحمدي فتحي بيخترق. المفروض ان انت كفيريرا شفت الماتش بتاع سموحه، فعارف ان في حد هيبقى جنب صانع اللعب، هيلعب الاهلي ب 4-3-3 خادعه ان هي 4-2-3-1، لكن هي في الارض كانت تنفذ 4-1-2-3، ودايما كان بيبقى حمدي هو اللي بيخترق ال 18 مع كهرباء او شريف. هارد لك لنادي الزمالك، مبروك للاهلي الانفراد بالصداره، دمتم في امان الله.